السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم أجمل متابعين في الدنيا كلها؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، احنا في الأرض بتاعتنا. دي تاني فيديو أصوره معاكم. أول فيديو صورته معاكم كان تاني وأمي وأبويا، كانوا بنوريكم احنا زارعين ايه. كان هو محصول البنجر، كان لسه في الارض، كانش لسه اتقلع. النهارده بنوريكم المحصول وهو اتقلع. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، ملحقتش اوريكم قبل، يا دوبك لحقت ايه بعد يعني، وبعد ما اتقلع يعني. كانش اللي فيه حاجات بسيطه كده، بس ايه كان ايه الناس اللي شغاله عندنا لحقتهم كده في الاخر كده بيقلعوا لسه ايه جسر صغير كده. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، دي المحصول بتاع البنجر بتاعنا. بيجي ناس كده تقلعه بمخاطيف، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، بخطاف كده بيقوموا عاملين الخطاف في البنجرية، بيشدوها من الأرض وتطلع ويحطوها ايه على الجسر من فوق كده، على المصطبة، اسمها مصطبة يعني. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، بترص ايه على المصطبة واحدة بواحدة كده اهو، زي ما انتوا شايفين. عشان بيجي ناس بتقحوش الخضار اللي فيه وتسيب الراس بس، عشان الراس ده هي الايه اللي بتروح المصنع. وبعد ما يقشروا ويخلصوا، بيجي عندنا عمال بيحمل في مقطورة البنجر جزء مقطار صغيرين كده، بيحملوا من الأرض ويطلعوا بره في مكان فاضي كده. وبعدين بيجي لودر كبير بيحمل بقى كمية البنجر كلها، ويحطه فين؟ في المقطورة بتاعك ايه البنجر الكبيرة. بسم الله ما شاء الله يعني. بصراحة يا جماعة أنا مش قادر أتكلم، أنا تعبان. ادعوا لي ربنا يشفيني ويحوش عنا يا رب. أنا ممكن أسيب لكم الفيديو كده ايه تستمتعوا منه كده بس من غير كلام وخلاص. ممكن أسيب لكم موسيقى صغيرة، أو أسيب لكم حاجة ايه بس أنا بصراحة مش قادر أتكلم خالص. أنا حبيت بس أوريكم الفيديو الأولاني لما كنت أنا وأمي وأبويا في الأرض، كان احنا زارعين البنجر، كمية البنجر يعني اللي كانت موجودة. والنهاردة بنوريكم بعد ما اتقلع بيتعمل فيه ايه، بيشال ازاي، وبتحاش منه العفش ازاي، وبيتحمل على الجرار، وبيروح بقى ايه في حتة فاضية كده. بيجي لودر كبير بيحمل كمية البنجر كلها بتاعت الأرض ايه، وتروح ايه المقطورة بتاخد كمية البنجر وتروح بقى المصنع البنجر بقى. هو ده المحصول بتاع البنجر بتاعنا السنة دي يا جماعة. ربنا يكرم بقى اما نشوف احنا نزرع ايه تاني وهوريكم. ايه رأيكم يا جماعة في الأرض والخضرة بتاع الأرض؟ بسم الله ما شاء الله. شوفوا جمال الشمس، دي الشمس يا جماعة، أنا بوريكم الشمس، حتى السحاب جنب الشمس حلوة زي ما شاء الله. الكلام ده كله بدري يا جماعة، الكلام ده الساعة 8 الصبح. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ويزيد يا رب. هنا بقى يا جماعة لحقت ايه المستبطين دي بالعافية، زي ما انتوا شايفين كده بيقلعوا ازاي يا جماعة البنجر. معاهم خطاف، بيقوموا شابكين الخطاف في البنجرية من تحت عشان تطلع بالسهولة كده يعني. بسم الله ما شاء الله. اه، ايه رأيكم يا جماعة؟ انا كنت نفسي اوريكم قبل الارض يعني وهي لسه مزروعة، واوريكم بعد، لسه ملحقتش والله. بسم الله ما شاء الله. معاهم الخطاف يا جماعة، بيشبكوا الخطاف في البنجرية من تحت اهو، وتتقلع اسهل من سهولة. لازما عشان تطلع كده بسرعة لازما الارض متبقاش طرية، لازما تبقى ناشفة. الارض نفسها تبقى ناشفة، متبقاش مبلولة اهي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليهم يا رب ويرزقهم برزقهم يا رب، رزق ولدهم. دي شغلهم يا جماعة. انت عارفين بقى الفلاحين وما فيش اطيب من الفلاحين. ربنا يرزقهم يا رب على الصبح يا رب. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله. ايدي الشمال ماسكة الخضار بتاع البنجر من فوق، والخطاف في ايده اليمين يشبك الخطاف في البنجرية ويشد بيه بايده الشمال زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ما شاء الله. اه. ده ابويا يا جماعة، ده ابويا ده. اه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحة يا رب، ربنا يديله الصحة يا رب.
معلش يا جماعة، أنا بتأسف لكم، أنا غصب عني أقسم بالله اللي أنا بتكلم يعني، معلش. أنا جيت هسيب لكم الفيديو بموسيقى لقيتها إيه مزعجة، مش هتعرفوا تستمتعوا من الفيديو. الأنفار دي يا جماعة أو العمال، اتنين هنا واتنين هنا، اتنين ورا واتنين وسط، بيساعدوا بعض يعني. هو معادش الا ايه على المستبطين دول يعني. كل كمية الأرض بسم الله ما شاء الله، على ما جيت ألحقهم كانوا قلعوا الأرض، بس هم بيسرحوا من بدري أهو. هنا بقى بسم الله ما شاء الله قربوا يخلصوا، واحد من الرجالة بقى بيرفع البنجرة كده وبيوريهاني. ربنا يصلح حالهم يا رب ويرزقهم يا رب برزق ولادهم. بيتعبوا برضو الفلاحين دول، بسم الله ما شاء الله. الأرض بتاعتنا يا جماعة، جمال الخضار شكله حلو أوي. وبوريكم برضو البلد ايه من حوالين الأرض كده، بسم الله ما شاء الله. هوريكم ايه البيت بتاعنا برضو، احنا بيتنا قريب جدا للأرض. هوريكم وأقرب لكم ايه التليفون شوية اهو، زي ما انتوا شايفين يا جماعة اهو. بيتي هناك اهو يا جماعة، والشقة كمان اهو زي ما انتوا شايفينها اللي متبلطة، شايفينها. انا بعرفكم يعني الأرض جنبنا على طول، يعني ببقى واقف في البلكونة وشايف الأرض بتاعتنا. شوفوا يا جماعة البيوت والخضار حوالين البيوت، بسم الله ما شاء الله جميلة. هنا بقى يا جماعة بعد ما العمال قلعوا البنجر، تاني يوم بقى العمال اللي بيحوشوا الخضار من البنجراية، زي ما انتوا شايفين كده، اللي قاعد واللي موطي واللي واقف، يمسك البنجراية بإيده الشمال وايه، ويحوش الخضار من البنجراية كده ايه بالشقرف. اسمه شقرف يا جماعة، اللي ما عنده اسمه شقرف. انا معرفش بقى انتوا بتسموه ايه، هو عندنا اسمه شقرف. بيمسك البنجرة بإيده الشمال ويحوش بقى بإيده اليمين كده ايه الخضار. كل اتنين عمال بيحطوا ايه مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده، بيحوشوا بقى كمية الخضار اللي في الأرض ده كله بتاع البنجر. وهوريكم برضو قريب برضو بيبقى فيه ايه حاجات خفيفة كده بس ايه في البنجرية ايه بتاع خضار منها بس كده، بيبقى حاجة بسيطة، مش لازم ان العفش كله يعني يبقى باين، حاجة بسيطة كده بس، عشان بقى كل دي بتحمل ويروح مصنع البنجر. مصنع البنجر ده يا جماعة بتاع السكر بقى، البنجر ده اللي بتعمل منه سكر. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديهم الصحة يا رب، ربنا يديهم الصحة يا رب ويرزقهم برزق ولادهم. اهي يا جماعة هقرب لكم على ايده بقى، شوفوا هو بيعمل البنجرة ازاي او بيقشرها ازاي يعني. اهو بيمسك البنجرة بايد الشمال وايد اليمين معاه الشورف، ويعمل واحدة واحدة كده لما يحوش الخضار اللي ماسك في البنجراية. بسم الله ما شاء الله، البنجراية كبيرة ازاي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ويخليك لولادك. اهو يا جماعة الشورف يا جماعة بيحوش الخضار واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بيبقى حاجة خفيفة كده بس في البنجرية خضار بس ما ينفعش يروح كده مصنع البنجر بالخضار كده، ما ينفعش. اهو يا جماعة ربنا يصلح حاله يا رب ويرزقه برزق ولاده. بيتعبوا برضو الفلاحين يا جماعة، اللي بيبقى عنده أرض أو اللي بيسرح باليومية أو بيسرح عشان يأكل ولاده بيبقى برضو متبهدل زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. الكلام ده يا جماعة بيبقى بدري، بيسرحوا بدري قبل ما الشمس يعني ايه قبل ما الشمس تبقى حامية عليهم، بيسرحوا بدري عشان يخلصوا بدري بدري ويروحوا. في بقى اللي بيجي بأجرة، وفي اللي بيجي بقى بزمال، في اللي أبويا بيزامله. يعني زامله ايه يعني يا جماعة، يعني بروح له في مصلحة، وبعدين اللي أبويا راح له بيجي لأبويا تاني بيردوا له الزمال بتاعه. في كده وفي كده، وفي بيجي بالأجرة، مش كله زي بعضه يعني. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله، البنجرية كبيرة وحلوة ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد يا رب ويبارك ويرزق الجميع يا رب، يا رب يرزق الجميع يا رب ويصلح حال الجميع يا رب. اهو يا جماعة الشرا خالص وحتى دي العمال اللي عندنا كلهم يا جماعة. في بقى ستات، في رجالة، يعني احنا كلنا اهل يعني، مفيش حد غريب يعني، احنا كلنا اهل، مفيش حد غريب بيجي من بلد تاني ولا حاجة، دول كلهم اهلي وجيراني يعني. عشان ما تفكروش يعني الرجالة على قاعدين مع الستات، لا لا، احنا كلنا اهل واحد يعني، كلنا قرايب في بعض.
يعني هنخلص بقى كمية التقشير بتاع البنجر ده يا جماعة. بيجي بقى ايه، جرار صغير، شادط جزم مقاطير صغيرين، عشان ما ينفعش الجرار الكبير بالمقطورة الكبيرة تنزل الأرض. دي كمية البنجر يا جماعة اللي اتقشرت كلها. بسم الله ما شاء الله. أنا بقرب لكم بس ايه الكاميرا ايه على حاجات ايه خفيفة يعني، بس كمية البنجر كلها منتشرة في الأرض. بيجي بقى عمال، الجرار بيبقى ماشي في النص، ونفرين من هنا وعلى نفرين من هنا، ويشيلوا البنجر من الأرض ويحطوا فين في المقطورة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بس أنا بوريكم بس ايه البنجر بقى، كمية البنجر بعد ما اتقشرت كلها. حاجات خفيفة كده بجيبها لكم اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في كبير، في وسط، في صغنن خالص. مش كل البنجر زي بعض، بس بسم الله ما شاء الله البنجر حلو وزي العسل يعني. ربنا يرزق ابويا يا رب، ويرزق الجماعة يا رب، ويصلح حاله ويديله الصحة يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في بنجرية هتيجي دلوقتي يا جماعة، دي مش عارفة يشيلوها خالص. يعني البنجرية هي بتتكلم عن نفسها، بسم الله ما شاء الله، كبيرة. شايفين الورق بتاعها الخضار، يعني بتبان اللي هي كبيرة قوي. دي ما تنفعش تيجي بالخطاف، لازم تتفحر حواليها عشان ايه تتقلع. هنا بقى يا جماعة تاني يوم الصبح زي ما انتم شايفين الشبورة لسه حاطة ايه. يعني الكلام ده من بدري جدا، من بدري جدا. في بقى تلات رجالة على اليمين، تلاتة على الشمال. الجرار بيبقى ماشي مع جوز المقاطير الصغيرين، بيشدهم كده، بيشد جوز المقاطير وايه، ويحملوا بقى ايه البنجر من الارض، يحطوه فين في جوز المقاطير الصغيرين. بيتملوا ويطلعوا يفضوا فين. الجرار يفض في حتة خلا كبيرة، يعني معناها إيه، جرن كده كبير. عشان بيجي جرار بمقطورتين كبار، مش زي دي، لا مقطورتين كبار من بتوع البنجر، بيروح مصنع البنجر، ويجوا لودر بيشيل بالكبشة بتاعته ويحطه فين في المقطورتين الكبار عشان نروح فين مصنع البنجر يا جماعة. اما دي جرار صغير بيشد ايه جزء مقاطير صغيرين بيطلعوا ايه من الارض ويفضي هناك. انا بوريكم برضو ايه بتحمل ازاي يا جماعة اهو. ربنا يصلح حالهم يا رب، ويرزقهم برزق ولادهم يا رب. هم بيتعبوا بصراحة، اللي بيقلع البنجر واللي بيقشر واللي بيحمل البنجر يحطه في المقطورة، بصراحة بيتعبوا. ربنا يديهم الصحة يا رب، الفلاحين كلهم يا رب، ويرزقهم برزق ولادهم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة المقطورة الأولانية بدأت تتملها، وفي واحد بقى بيبقى راكب المقطورة كده ايه بيرص البنجر كده عشان ما يقعش اهو يا جماعة. والمقدورة التانية بسم الله ما شاء الله بدأت تتملى اهي. الكلام ده بدري خالص يا جماعة، يعني الشبورة لسه حاطة. الكلام ده بيبقى الساعة 6 كده أو 6:30. هيملوا بقى جاز المقاطير ويتملوا، ويروحوا يفضوا في المكان الواسع، ويرجع تاني بإيه بالجرار بجوز المقاطير، ويحملوا تاني لغاية الكمية كلها بتاع الأرض تخلص خالص. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة بيبقوا واقفين ويحملوا على طول، بيحدفوا على طول اهو. ربنا يديهم الصحة يا رب ويكفيهم شر المرض، اللهم امين يا رب. هنا بقى يا جماعة كانت كمية خالص كلها بتاعة المقطورة اتملت هنا، المقطورة دي والمقطورة التانية. وبيبقى راكب معاهم واحد كده مع الجرار عشان ايه غير اللي سايق، عشان يفتح الصندوق، يساعد الراجل يعني اللي معاه، ويمشي على الطرق بقى بين ايه الارض دي والارض ده، يروح يفضي في المكان الواسع ويرجع تاني بالمقاطير فاضية. ايه رأيكم يا جماعة في فيديو النهاردة؟ هسيبكم في رعاية الله، مع السلامة يا جماعة.